حاصل الكلاكله دي حاصل فيها شنو؟ انت قاعد تطبل للدعم السريع على هسه قاعد في الكلاكله ده بتقول له مشاوش لا واتجاوزت بفهموني اتجاوزت قبل كده عندك جدعتين والليله في جدعه ثانيه انا ما نسيت عليك قصه الجدعه الاولى متذكر لما قلت قعدت رجعت الكرسي كده لما موضوع مروي ما مروي ايام الحرب ذاتها نفس الربيع ده ثلاثه قلت شنو؟ قلت هاي يمشوا المشاوش بتاعنا ديل يمشوا مروي ذاته يمشوا يشيلوا ذاته البنات ديل لكن قال بعد ذاك لما سكت كده قال بعد ذاك يشيلون طبعا ما كله بالحب قال وكله بما يرضي الله يعني ومعاه ضحكه كده يعني قصدك شنو انت بالكلام ده يا ربيع؟ هسي انا بكلامك ده ما اخدش عليك الخط اسبك واسب امك واسب جابك واسب خلفك واسب الصنع ميتين ابو جاب ابوك اجر عليك من هنا لاخر جيت في عيلتك بكلامك اللي بتقوله ده والكلام ده من فرنت انا لو بتشوفوني الاف زي ده انا مش بعريكم انا بعلم عليكم لكن انا شفتها واحد بس انا لو قلت كلامي ده ان شاء الله يرضى لي نفسي الجزم كلامكم ده انت قلت لمنه الكلام ده ما قلت لمواطنين 2000 نفر بشهر داير مواطن الشمال يقول لك شنو مش مواطن الشمال يا السودان كله المفروض يتوف على ابوك وعلى ابوك وعلى جاب ابوك ولا يخلف النطفه المعفنه زي دي انت ولد حرام صحيح اسمك انا لما اقول لك انت حرفيا ولد حرام انا قاصد بقول لك ولد حرام دي الجدعه الاولى الجدعه الثانيه قبل في اللايف اللي انت طالع منه وبعد ذاك كتبت بوستيك ده كنت بتتكلم بتقول شنو تعليقا على المعسكر بتاع البنات في شندي يا اخي ده ارجل من ابوك يا ربيع والله العظيم والله ارجل من عمدك طلعوا في جنوب دارفور اي خول فيهم هم البنات دي ارجل منهم اقسم بالله العظيم ارجل من اي صعلوك في الدعم السريع ومشدد في الدعم السريع ارجل من حسن برشم والخولات اللي كانوا قاعدين معه عامل لهم قال في كردوبان ده الارجل منهم والله مره واحده ارجل من الصنعه لانه المره دي تعلمت شرف وتعلمت امانه اهالها ذاته علموها الشرف وعلموها الامانه انت وين ردك على الموضوع ده ردك كلام ده في لايف امشوا راجعوا لايف ده مشيت قلت شنو انت رجعت قلت عن البنات دي قلت انتم بتسلحون بعدين اوعك تجي تقول لنا شوف القيلات ده بعدين اوعك تجي تقول لنا النازل باعون في الفاشر وباعون في الدعين وباعون في هنا ومعاه ضحكه دي ثاني هسي انا لما اسمع كلامك ده انا مش اخوك اسيلك يا اخي انا ما عارف اعمل فيك شنو يا اخي انا مش اجور لي سلالتك كلها يا اخي انا المفروض اختار لك عديل انا لو في بريطانيا والله يا ربيع انا لو في بريطانيا كان خشتك كان وديتك لله عديل كده اخش فيك سجن اخش فيك اعدام ده لان انت ما راجل انت بتكهر الرجال كلامك ده كهر الرجال وما عندي صار بالمناسبه انا كلامك ده ممكن اكون زل يعني انا شخصيتي ما كده انا ممكن ارد لك افهمك بيرد ممكن بدون اسعاد لكن انا حسي نفسي اسيلك والله انا نفسي اسيلك ومتمني اي زول مش الشمال السودان ده كله انت الجنينه ده اللي عامل لهم سبورت ده ما 5000 بني ادم للمعرسين بتاعنا الهسي من عيال المساليد اللي بيطلعوا لنا لايفات وتصدر لنا عفن انت كمثالان هسي مطلع لنا كم واحد يتكلموا لايفات اهو ده 5000 بني ادم الربيع اللي انت عامل له سبورت ده 5000 بني ادم اللي بيدعم في الدعم السريع ده كتروك في الجنينه هناك ما تجي تلومني قلت لك يا زول عشان انا ما اخذ شرك بعينك يا زول ما تجي تتكلم معانا كمواطن داك الجيش وداك وتمشي تشوف احمد كسر ابو وين وتمشي تصص عليك وين اهلكم انا من هنا بكلمهم بقول لهم ربنا يعينهم لانه انتوا جزء منهم اذا كلامكم ده كده يا جزم انتوا بتتكلموا عن الرجاله شنو يا زول انا ما دار اتفاخر بالرجاله ولا دار اتكلم بالرجاله انا برد لك على كلام واضح هنا هسي طلعت قلت لك حاجه انا برد على الصعلوك من صعلوككم بيتكلم لي كلامكم الفارغ ده راجل في ما دار المسؤوليه اجي احملك لا انا ده لكن انا اي كلام عفوا برد لك البنات دي يا ربيع هسي ثاني يرد لك واي شمالي يرد لك واي سوداني ذاته من حقه يرد لك اذا سوداني شريف ما غرابي ولا شرقاوي ولا شمالي سوداني المفروض صفحتك دي كلها يقولوا لك فيها عديد المفروض يلاقوك في اي جحر في بريطانيا يطلعوا يقولوا في راسك انت ومحمد تقولوا باقي الكلاب اللي قاعدين معاكم رجاله شنو انتوا بتتكلموا فيها يا اسمك منو؟ تتكلم عن شنو الناس بتتكلم عن الناس اللي قاعد في بيوت الناس بتعلق على نسوان ذاك قاعد يقربوهم يحموا نفسهم من يوم من الايام عشان الزيك ده حاجه بتجي تقولها للسودانيين والحاجه دي ذاته كونك انت تتخيلها دي حقيقه ذاته ده موضوع ان يا اخي بتشيل بنات ناس بتمشي تبيعهم في عند اهلك هناك عند اهلك ذاته لما يشوفوا الكلام ده يعني انا مش ابيدك بعد ذاك الحرب دي تنتهي يا معلم الحرب دي بتنتهي لكن الموضوع ده اهلكم للاسف بيدفعوه اجتماعيا بيدفعوه ما الا حرابه اجتماعيا ساي بيدفعوه
والكلام ده ما بيعمم على الناس كلها، لأن الناس دي عاقلة. في ناس رجال عديل من أهلكم عارفين الصح وما عارفين الغلط. دول بنعتبرهم سودانيين زي باقي الناس، ولا مفروض يوجهوا لهم خطاب ولا غيره، ولا زيه زي باقي المواطنين العاديين دي. لكن في الجزم زيك ديل يا ربيع، والجزم اللي بتشددوا لك ديل، والجزم اللي امبارح كان مجتمع بيهم ما عارف الكلب اللي اسمه برشم ده طلع من الخرطوم ماله؟ القائد برشم طلع من الخرطوم مالك؟ ما في بال في الخرطوم، في حاجه في الخرطوم. ولسه تحلية شندل بتقولها دي ما جاتك، والسواي ما حتى زي ما بقول، ما هو ده قدامك ده الميدان. ما زمان كان بتهددوا الناس بالحرب، الحرب قامت، في شنو يعني؟ في منو الجات؟ في منو الفرفر يعني؟ وايوه عملتوا وسويتوا يعني سوف نفعل وبتاع. استهداكم العنصر، استهداف العنصر ده سمعنا من شراتكم دي. هسي امبارح دي قاتل انت بامتداد ناصر، قاتل لك ليه ومعاش على اساس انه كنت داخل له في بيته قتلته كمان مرغني. امشي شوف امتداد ناصر، اسالوا الناس في امتداد ناصر منزلين في صفحاتهم ليه ومعاش، معاش باعتباره ملكي، ما معاش ملكي. من شد دخلت له جوا بيته وما معروف عملت شنو جوا بيته، قتلته ومات. ربنا يرحمه ويتقبله. يتكلم عليه عن الرجاله شنو انت يا زول يا ربيع؟ نسوان ديل اشرف من اجابتك والله يا ربيع، والله العظيم وعزة المعبود اشرف من اجابتك يا زول. اجابتك ما علمتك مرجل يا زول. والغريب انت كادر اسلامي، انا ما اعرف الاسلام ده مر لك بشنو انت. لما تتكلم تستفزني بتقول لي كلام زي ده. كونك انك يا اخي الكلام الاحصائي انه في بنات بيبيعوهم في ارضك زاده في السودان، وبنات من بنات بلدك دي قمه الرجاله دي، ما هاي حرب دي، ما انا زول بحاربه وعديل حرب في النهايه. فيها المهزوم وفيها المنتصر، دي حرب عديل. لكن التبعات الحرب اللي بتعمل فيها دي ما عندها علاقه بالمرجله يا سيدي الرجال. انت الشابكني من جدي من زمان وبتاع، دي ما عندها علاقه. انا بتكلم في حاجه بعيدا عن الحرب ذاتها، بتكلمك عن الشرف في الحرب. انت ما عندك، انت بتتكلم لي انا عن شرف، بتتكلم لي بتقول لي منزل لي بوست، بتتكلم لي انه ناس ما قادرين، ناس بينبذوني وابناء الشمال وبتاع. لا وفي خيابه وخياسه بيعتذروا لك. ربيعي يا اخي انا دارك محترم الناس. ربيعي ينعل ابو الجاب ابوك ذاته، طب حرام في امك دول، ينعل ابوك وجابك وصنعك والعملك ذاته. انت باطل ولا شنو؟ انت شرف في الحرب ما عندك. تكلم لي عن الرجاله واي ابني. احنا ما تخلونا نسيل الناس يا زول.